بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض طاجن مكرونه باللحمه المفرومه زي بتاع محلات الكشري بالظبط، وهيكون احسن وانضف، والمكونات من البيت وانتي ضامنه نظافتها كويس جدا. تمام. المكونات معانا بسيطه وفي البيت. هيبقى معانا مكرونه فرن، تمام، وهيبقى معانا ملح ومعانا بصل ومعانا البهارات طبعا بتاعتنا، البهارات وكزبره وكمون وفلفل اسود وطبعا رشه السكر، تمام، ومعلقه صلصه ومعلقه من الثوم وفلفل رومي وطبعا اللحمه المفرومه ومعانا عصير الطماطم. يلا نسمي الله ونبدا مع بعض. اول حاجه الطاسه تكون سخنه، هنحط معلقتين زيت عشان خاطر طبعا اللحمه بيبقى فيها نسبه دهون، تمام، معلقتين زيت مش هنكتر. بعد كده هننزل بالبصل، دول حوالي كده 3 بصلات متوسطين، يعني مش كبار قوي ومش صغيرين قوي، تمام. انا بحب احط على البصله بعد ما ابشرها احط حبه ملح صغيرين. طبعا اول ما البصله تصفر، تمام، هنزل بالفلفل الرومي واحط التومه. بعد كده هنزل بمعلقه الثوم، معلقه صغيره جايه بتدي طعم حلو في اللحمه المفرومه المتعصجه. طبعا انا حاطه كل المقادير جنبي، تمام، عشان خاطر يعني اسهل عليا برضو. اول ما اشم ريحه الثوم بدات تطلع هنزل بالفلفل الرومي. طبعا اقلب كويس. بصوا، هو في ناس بتحط البهارات مع التومه دلوقتي، تمام، هي بتدي طبعا طعم، بتدي ريحه حلوه جدا طبعا التوابل لما بتحط، بس انا بفضل احطها على اللحمه لما احطها. طبعا هنفضل نقلب فيها تقليب مستمر لغايه ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده، تمام. وبعد كده هننزل باللحمه المفرومه وبالتوابل بتاعتنا كلها. بعد كده هننزل باللحمه المفرومه، هنقلبها كويس طبعا ونفككها من بعض كده. وهنحط رشه سكر، هنحط فلفل اسود، هحط شويه كزبره، رشه 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 من كل حاجه، هحط شويه بهارات، شويه كمون، تمام. وطبعا الملح طبعا هنحطه بس على حسب الرغبه يعني. هنقلب بقى كويس جدا البهارات بتاعتنا والتوابل بتاعتنا واللحمه. دي اول مرحله في الطاجن، بنعصج اللحمه وبنسيبها على جنب، وطبعا احنا مش بنسلق المكرونه، تمام. وبعد كده هنجيب حله على النار ونعمل الصلصه، بتاخد غلوتين بس مش اكتر. يلا نعمل المرحله التانية واللي هي هنسبك الطماطم، تمام. هنحط شويه زيت، وبعد كده هننزل بالبصل، بصلايه صغيره مش كبيره.
برضو هحط تومية كده صغيرة، وزي ما قلت لكم انا بحب احط على البصل اول ما ابشره بحب احط عليه رشه ملح بسيطه. البصلايه اهي اصفرت، ننزل بقى بعصير الطماطم وننزل بمعلقه الصلصه اللي احنا كنا مجهزينها. هنقلبهم كويس. هنحط الملح برضو، والملح حسب الرغبة، يعني حسب ما انت بتحبيه، يعني متوسط خفيف زي ما انت عايز. بعد كده هحط الفلفل الاسود رشة، برضو رشة بهارات، رشة كزبرة، رشة كمون، واهم بقى ما في الموضوع رشة السكر. وهنقلبها كويس ونسيبها تاخد غلوتين على النار، وبعد كده نطفي عليها ونطبق. اهم حاجه قبل ما نبدا نشتغل نولع الفرن ونسيبه على درجه حراره 200 ونسيبه شغال يسخن كويس عشان خاطر لما نيجي نحط الطواجن في الفرن تبقى سخنه. يلا بقى نطبق مع بعض الطاجن. هنحط شويه زيت في الطاجن، وهندهنه كويس جدا من الجوانب الارضيه. يبقى غسلينهم ومنشفينهم كويس، دهناهم زيت اهو، ومن الجوانب اهم حاجه. والطماطم اهي معانا على النار تاخد غلوتين كده وهنقفل عليها. اول حاجه هنحطها في الطاجن اللحمه المفرومه، وطبعا زي ما احنا عايزين نحط. انا هعمل معاكم 3 طواجن صغيرين. احلى حاجه ان احنا عاملينه في البيت، يعني حاطين اللحمه المفرومه اللي احنا عايزينها، وضامنين النظافه بتاعتها احسن من بره 100 مره، وما خدش مننا وقت خالص. يعني نبقى عارفين احنا بناكل ولادنا ايه، يعني احنا ضامنين احنا بناكلهم ايه. بعد كده بقى هنحط المكرونه مش مسلوقه. اهم حاجه نوع المكرونه يكون نضيف عشان هتفرق معانا في الطعم جامد جدا. ونكون طبعا مسخنين ميه مغليه عشان هنحطها فوق الطماطم.
بس كده. ادي الصلصه اهي معانا زي ما انا ما قلت لكم، غلوتين بالظبط، هنحطها بقى على المكرونه. وهنجيب ميه مغليه هنغطي بيها بس المكرونه، اهم حاجه تكون الميه مغليه بس. اخر حاجه بقى هنغطيها بورق فويل، اهم حاجه نغطيها كويس جدا. بصوا يا جماعه ده شكله لما طلع من الفرن. بصوا المكرونه مستويه وجميله جدا، طلع نتيجته روعه. بصوا جمال، بصوا بصوا طاجن المكرونه الجميل. عايزه اقول لكم واحنا بنقلبه احنا بنحط الطاجن على الطبق وسهل جدا، لان طبعا احنا دهنينه زيت تحفه، وبياخد نص ساعه بالظبط في الفرن في الرف اللي في النص. بصوا بصوا المكرونه مستويه وجميله جدا. هستنى تعليقاتكم واستنى رايكم، واي حد عايز يسالني عن اي حاجه معاكم. بصوا يا رب اكون الصوره واضحه. بس جمال. باي باي بألف هنا.